وعاوز الشفافيه روح استقيل انت ووزارتك عشان يبقى فيها حوكمه وشفافيه في الانتخابات اللي جايه بتاعت مجلس النواب. اللي عاوز حوكمه وشفافيه، ولا كل واحد بيتكلم من منظوره هو عشان يقعد على الكرسي، واللجان وده رايح وده جاي، كل الكلام ده لا مش عندنا احنا، مش هينفع معانا احنا. نادي الزمالك مصر على استكمال مسيرة كرة القدم، مصر على استكمال الإنشاءات، مصر على استكمال كل ما يتعلق بالنادي. نادي الزمالك ما بيخافش ومش هيخاف. وراح وزارة رياضة وجم وزارة رياضة، إنما نادي الزمالك قاعد. وراح رؤساء لنادي الزمالك وجه رؤساء لنادي الزمالك، إنما نادي الزمالك قاعد. صعلقة ومراهقة مش هتنفع مع نادي الزمالك. إذا كان فاهم من الناس اللي بتزين له الأمور، زي اللجنة اللي هو بعتها لنا بتاعت العضوية اللي فحصت 17,000 عضوية ما لقيتش فيهم حاجة، راح معايد تشكيل اللجنة تاني علشان يفحصوا بقية 45,000 عضوية. تعال افحص، أنا ما قلتلكش ليه. ثم ثانيا الناس الصحفيين اللي هنا اللي شابوا زي دردير وزي اللي قاعدين اللي هو علي بركه والناس دي، هم ما يعرفوش انه ساعات بيعينوا لجنه من مديريه الشباب قبل الانتخابات ب 45 يوم بتشرف على كل حاجه. ما فيهاش حاجه يعني، ما فيهاش حاجه. انما قضيه ان انت تعتقد ان انت هتذل نادي الزمالك، او تعتقد انه عمليه ان انت تحت ارهاب من البعض علشان تعمل كده في نادي الزمالك، اسف، لا انت ولا اللي راحوا لك وهددوك وقالوا لك هيقدروا يعملوا حاجه في نادي الزمالك. ده اللي انا بحب ان انا اوضحه. مفيش دبلوماسيه في كلامي، ولن يكون هناك دبلوماسيه في كلامي. وانا ورا هذا الرجل، يا اما يمشي من الكرسي اللي هو فيه ده مين ده اللي يقدر ياخد بعد اذن حضراتكم هذه المخاطره بالنسبه للبعد الامني؟ مين ده؟ مين ده اللي يجي النهارده عشان يقوم علينا الجماهير ويقوم علينا العسكرس؟ مين اللي يقدر يعمل ده؟ احنا ما بنصدق بيتك بيتك بيتك، هنيجي نعمل كده؟ هل مصر النهارده مستعده ان مظاهرات تجوبها علشان افندي بيراهق